وعلى هامش زيارة وزير الشباب والرياضة النهاردة لنادي الزمالك، نادي الزمالك اعلن ان ما جابوش سيرة ارض اكتوبر خالص، ولا حد فيهم اتكلم عن ارض اكتوبر مع وزير الشباب والرياضة. يعني الاهلاوي والزملكاوي واللي مالوش في الكورة بيتكلم على ارض اكتوبر المنسحبة من نادي الزمالك، ومجلس ادارة نادي الزمالك في وجود وزير الشباب والرياضة مفيش حد فيهم خالص سأله ليه الارض اتسحبت من نادي الزمالك، وانتوا بقالكم فترة بتتكلموا في الاعلام بتقولوا ان الارض دي اتسحبت من نادي الزمالك بشكل غير قانوني. يعني وزير الشباب والرياضه بذات نفسه موجود عندكم في نادي الزمالك ومحدش فيكم سأله السؤال ده. دي حاجه غريبه. بعد مغادره وزير الشباب والرياضه لنادي الزمالك في اشاعات طلعت وقالت ان في ارض بديله لنادي الزمالك عند القريه الذكيه، وانت جاي من اسكندريه هتعدي على نادي الزمالك سلام عليكم نادي الزمالك، وانت خارج من القاهره ومن اكتوبر هتعدي على نادي الزمالك سلام عليكم نادي الزمالك. الموقع ده هل هو كويس بالنسبه لنادي الزمالك؟ كويس بالنسبه لنادي الزمالك في حاله واحده بس، الا وهي رجوع ارض 6 اكتوبر لنادي الزمالك. في الحاله دي نقدر نوافق على ارض بديله، سواء على الصحراوي سواء على الزراعي سواء في قلب البحر، نغطس في قلب البحر ونروح ارض بديله لنادي الزمالك. طب اشمعنى بقى ما نقبلش بالارض البديله غير بالارض الاساسيه بتاعت 6 اكتوبر؟ علشان خاطر مجلس اداره نادي الزمالك لو وافق بالارض البديله واستغنى عن ارض 6 اكتوبر، معنى كده ان هو بيدي فرصه لاي حد يتطاول على نادي الزمالك ويضيع حق نادي الزمالك وياخد حق نادي الزمالك، والزمالك يكون مباح لاي حد يدمر نادي الزمالك. كاس العاصمه اتعملت علشان خاطر الفرق تلعب الاحتياطي بتاعها وتدي فرصه للاحتياطي واللعيبه اللي ما بتلعبش ان هي تظهر، وتدي فرصه للاعيبه الشباب والناشئين لو فيهم حد مميز قدامكم فرصه للظهور. او اي مباراه النادي الاهلي بيلعبها في البطولات المحليه بيحصل له فجر تحكيمي، بس بطوله الزمالك مشارك فيها لازم نتكلم. النادي الاهلي في بطوله كاس العاصمه اتجامل بفجر تحكيمي اكتر من مره، اخرهم مباراه غزل المحله. نادي الزمالك لعب مباراتين في كاس عاصمه مصر، في مباراه تعادل 3-3 مع كهرباء الاسماعيليه، والمباراه الثانيه مع حرس الحدود حصل برضه فجر تحكيمي ضد نادي الزمالك. هنا بنقول ضد نادي الزمالك، في الناحية التانية لصالح النادي الاهلي. الاتنين مشاركين في نفس البطولة، فلازم نطلع نتكلم على الفضيحة اللي بتحصل للنادي الاهلي والفضيحة اللي بتحصل ضد نادي الزمالك. احنا بنتكلم كده وخلاص على حسب الاهواء بتاعتنا وعلى حسب انتمائنا وعلى حسب تشجيعنا لنادي الزمالك؟ لا طبعا، احنا بنتكلم على حسب قانون الكورة. قانون الكورة في كور كتير للنادي الاهلي تتحسب ضده بتتحسب لصالح النادي الاهلي، وقانون الكورة في كور كتير تتحسب لصالح نادي الزمالك بتتحسب ضد نادي الزمالك. الاتنين مشاركين في بطولة واحدة. نادي الزمالك هيلاعب سموحة على ملعب المقاولين العرب، زي ما قلنا ارضية الملعب زي الزفت. المطلوب من اللعيبة والمدير الفني انه يظهر بشكل تكتيكي منظم فقط لا غير، اما المكسب والفوز ده توفيق بتاع ربنا. احنا عايزين نشوف شكل منظم في الملعب، شكل تكتيكي منظم في الملعب من لاعيبة نادي الزمالك. ارضية الملعب مش هتساعدهم، ايوه احنا عارفين ارضية ملعب المقاولين العرب عاملة ازاي يظهروا امكانياتهم، بس هتساعدهم ان هم يظهروا بشكل مميز، ده اللي احنا طالبينه. نادي الزمالك لعب مباراتين، اتعادل في مباراة وفاز في مباراة برغم تعنت حكم المباراة، وان لازم كل مؤسسات الدولة تتبع إدارة النادي الأهلي الناجحة وخطط النادي الأهلي في النجاح وتمشي على خطى النادي الأهلي في النجاح. ليه بقى النادي الأهلي عايز يخطف صفقة من نادي الزمالك؟ يعني الإدارة الناجحة بتاعت النادي الأهلي نجاحها موجود في خطف اللعيبه السوبر من الانديه فقط لا غير. طب ما فيش انديه سوبر؟ لا، تعالى بقى في اللعيبه الشباب واللعيبه الاحتياطي، معانا حكام بتلحقهم في المباريات، عديها دي، خلينا في اللعيبه السوبر. حامد حمدان قبل الزمالك ما يفاوضه ما كانش حد في مصر يعرفه. اول ما بدأ الزمالك يفاوضه بدأ في تعنت من اداره بتروجيت، وطبعا مصر كلها عرفت سبب التعنت ايه. كابتن محمود الخطيب بذات نفسه هيزور نادي بتروجيت علشان خاطر يخلص صفقة حامد حمدان. طب مين اللي اكتشفه؟ مين اللي اتكلم عليه؟ نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ايه دخل النادي الاهلي؟ مع ميزانية مفتوحة، مصدر الفلوس دي ايه؟ مش معروف. كل اللعيبة المميزة في مصر وفي النادي الاهلي بالتحديد اللي النادي الاهلي اغراهم باموال طائلة، الزمالك اللي اكتشفهم وتعرفوا من خلال نادي الزمالك. فمن حق جمهور نادي الزمالك ان هو يدافع عن اي صفقة هو بيكتشفها، مش تيجي انت تاخده على الجاهز بالاموال اللي مش معروف مصادرها.